وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبتنا الحضور، ان شاء الله ندخل فعاليه هذه الامسيه الثقافيه التي طرحنا هذه الليله تكون تحت عنوان الزراية في الادب الموريتاني محمد بن محمود نموذجا. اذا فليلتنا هذه ليله موريتانيه بكل المعايير. ليلة تتحدث عن الثقافة الموريتانية عندما تحاول أن تحقق ذاتها وترتبط بشعورها العربية وتحقق ذاتها بانتمائها الحساني. عندما يمزج الشعب الموريتاني بين ثقافته الخاصة وبين جذوره التاريخية الأصيلة. سنتناول إن شاء الله هذا العنوان من خلال محاضرتين، إحداهما يلقيها الأستاذ محمد مختار الأمين والثانية مع السيد الأستاذ محمد الحميني. نبدأ فعاليات هذه الأمسية بآيات من الذكر الحكيم مع فضيلة الإمام عبد الله بن موسى العتيق. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم، بارك الله فيك. مرحبتي مسهلتي بالجمع الذي حضر، مرحبتي مسهلتي بالجمع الذي حضر، يقضي لنا من لبانات الهوى وطرا. مرحبتي مسهلتي طاب الوصل وابتسمت دسائم الود تنسي الهم والكدر. طبتم وطابت امازيكم احبتنا لاننا لم نطيب في اللقاء قرا. اذا الان مع محاضره الاستاذ مختار الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام، بادي الشفوف دان القطوف بر عطوف ليث همام. الحديث عن الزريقة وعن الشعر الموريتاني عموما
حديث ذو شجون. وزريقة إنتاج موريتاني خاص، أو لنصحح فنقول إنتاج بيضاني خاص، لأننا لا يمكن أن نحتكر اللهجة ولا ثقافتها. معروف أن زريقة متعلقة أساسا بتداخل أو تواشج أو تبادل التثاقف ما بين اللهجة الحسانية واللغة العربية في الشعر الفصيح، وإن كان العنوان هنا أكبر من الشعر لأنه تناول الأدب، فإني لم أتناول غير الشعر، وصنوف الأدب الأخرى موجودة، ومنها ما اكتشفه صديقنا وأخونا وأستاذنا سيد أحمد اللمير من كتاب مؤلف باللهجة الحسانية مر بالحرف. وعلى كل حال اللهجة الزريقة في اللهجة الحسانية هي اختلاط السواد والبياض، ولا يمنع ذلك من غلبة أحدهما على الآخر، وهذا ما أرجحه شخصيا، ولعل مما يشهد له أن مقام الزراق في الموسيقى الموريتانية هو جمع بين البياض والكحال، سواء كان فيه البياض أو الكحال أو كان وحده، ويشهد لذلك بيق المخالف. فهذا مما يدل على أن الزراق المقصود هنا هو الزراق بمعنى اختلاط البياض والسواد، وليس ما ذهب إليه أستاذنا وقدوتنا في هذا المجال محمد فارل العبد اللطيف، حيث ذهب إلى أن الزريقة هي اختلاط لبنين، بمعنى أن يختلط لبن المعز بلبن لبن النعاج. احنا خلينا نتمون عدوا زريقة مرة لبن النعاج، والله خلاط لبن البل والبن البقر. وعلى كل حال إذا أمكن الجمع بين النصوص لا يرد أحدها، فهو جمع بين مادتين من طبيعة واحدة، أو هو جمع بين لونين ينتج عنهما لون ثالث. وأما بعد، فإن قدام الزوايا قالوا إن الحسانية هي قنطرة العربية، ولا شك أن القنطرة ترتبط بالضفتين فتتأسس بسببها وشائج وصلات عديدة. ولو شرحنا اللهجة الحسانية دون وقوف لا يفيد بشأن نشأتها وعلاقتها بالفصحى الآن، فسنجدها ببساطة لهجة غلب عليها قاموس القبائل الحسانية، واجتمع فيها من قديم لهجات العرب الوافدين وصنهاجة والزنوج الموجودين وغيرهم سابقا ولاحقا ما أثر في المفردة أو في الأسلوب أو في الصيغة الصرفية أو في الدلالات اتساقا أو انعكاسا، فكانت تعبيرا عن مجمل أهل الإقليم بدرجات مختلفات. ولذا نجد التعبير يشيع أحيانا بتركيب كلام البيضان الأوضح دلالة على هذه اللهجة اليوم. ثم إن القوم أثروا في فصيح لسانهم فأدخلوا إليه من لهجتهم المركبة وأساليبهم العامية وأوزانهم وإيقاعهم وأخيلتهم، وتراوح ذلك بين صور شتى يمكن رصدها في نقاط عديدة. افتتحنا بتيفلوات وليس أشطرا من مدحة محمد اليدالي، صلاة ربي، وهذه تافلويت، مع السلام، هذه تافلويت الثانية، على حبيبي، هذه تافلويت، خير الأنام، هذه تافلويت الرابع، معناها هذا قاف، وتتسق الطلع عقب ذاك فيما هو معروف ومحفوظ منها. فلعله أقدم من أنتج في هذا الباب، لأننا سنجد أن الصورة الأولى التي نتناولها في هذا السياق هو استلاف العربية أوزانا من الحسانية، بمعنى أن الصغير أثر في الكبير أولا. فصلاة ربي حذف جراد، الله بد 5 عند وحدين، وقصتها معروفة لا نقف لديها. ذاك النبي الهاشمي، ذاك العلي الهادي التهامي، ذاك الرفيع الغوث المنيع، ذاك الشفيع يوم القيامة، إلى آخر المدحة المعروفة. الصورة الثانية من التأثير في بنية النص الشعري الحساني المتفق وزنا مع الفصيح، ومنه قصيدة المجيدر الحبيب الله المعروفة: يا من يرى ولا يرى عني الكروب نفسي، لقد نفى عني الكرى شوقي لأهل تيرسي، وجعل لأمر عسرا يسرا بلا تعكسي. هذا قاف مستت وموزون، مثل اللي قالوا له بتيت لمونك.
وإن وافق مجزوء الرجزي، فالمقصود أصلا أنه هذا بتيت تام إلى آخر الفخرية أو المديحية المعروفة لحفي عليهم نبلاء مهذبين فضلاء قس عبيد على بلغهم لم ينبسي إلى آخره. الحالة الثالثة التي ترصد هي اختراق اللفظة العامية بدلالتها المعروفة لدى المتلقي للنص الشعري وإن بشكل محدود، ومنه ما قال المختار اللبونة في غزليته وسوداء رمت الوصل منها فأعرضت فقلت أمثلي عنه مثلك يعرض، إلى أن يقول وقالت سماك النار إني أخافها على جسد للنار لست أعرض. الاختراق الوظفي بالتالي ليس جديدا في الشعر العربي انطلاقا من اللهجة الحسانية، ومنه ما قاله المختار الحامد رحمة الله عليه: لا شيء في الشيخ مثل الأشيب الهرم ما لم تكن حبة فيه من الخرم. خرم الملح بالكلام ولف، وإن تكن حبة فيه ولو صغرت فاستثنيه إنه خير من العدم. ومن اختراق المفردة الواحدة التي تبدو فصيحا والمعنى كذلك، وإن كانتا لهجيتي الدلالة مبنى ومعنى، قول الشيخ سيديا والمختار رحمة الله عليه في نصيحته المعروفة: يا معشر الإخوان دعوتنا دبي إلى الحق والمعروف ليس بكاذبي، إلى أن يقول: فما أفسد الألواح والهم والتقى كبيض التراقي مشرفات الحقائب، إلى آخر النص. أفسد الألواح والهم هذا تعبير حساني أصيل، ولا يعيز الرجل استبداله، لكنه أراد الدلالة كما هي في اللهجة أن تنتقل إلى الناس. ومنه من المفردات الواحدة قول البيضاوي باشا تاردانت في العوار اللينكذي: لعمري لقد زرت القرى من كناكري وجاورت أرض الصين بعد الجزائر، وفي المغرب الأقصى دياري ومنشئي وسامرت أرباب الغنى والمزامر، فما سمعت أذني ولم ير ناظري كذا الأعور المشعور من كل شاعر. مشعور. ومنه وجود الألفاظ المتعددة قول الحسن واللباء: يا أهل الشرب الشاي فروا إلى الترك ولا تبدلوه بالقرنفل والعلك ولا تبدلوه بالدباغ ونحوه ولو بقريب طعمه منه كالجرك وليس بكاف بكافة فإنها أحق من الأنواع طرا بذا الترك فالشارب للأنواع لم ير قائلا ولو كان سكاكا لدى شربها أسكي. ومنه قول عطاء الله تنبغي وتنسب لي ولا أحمد يورى غلطا: هب العوادل في لومي وترطالي ولست أسمع ما قد قال عذالي، قالوا أتصبو بعيد الشيب قلت لهم بعد المشيب نعم أصبو أنا مالي. ومن هذا قول الكبيت: إن الظريفة أم صقيع معطوبة ولا غرابة يتكلم عن البقر، والنفس من عطبها حراء مكروبة موجع لي إذ حور الأقوام تفنتها ضحا على جنبها العربي مقلوبة، إلى آخره. ومنه مطولة لمحمد السلم الدميم من المعاصرين: أخو البدو في محياه في كبد الدنا يكابد همي دينه والمعايش، فلا بد من رقع السقاء ودبغه وفتل عراه واحتمال الدبائش، إلى أن يقول: وتزية العجل الصعيب مع عمه يصيب الفتاة منهم صداع القواشش. وفي الثمانينات ظهرت خياطة الملاحف، فكان منها إليويش بالداه وإحنا شمت الصيلي، فسجل ذلك في الزريقة قال: إذا الملاحيف خيطت بالحنائش فإنها من حسينات القمائش، وإن تخط بلوائش فلست أرى حب النساء لأصحاب اللوائش. وبالمناسبة مناسبة الكبيد ما تعدى لأذكر أنه من سدنة الزريقة وإنشاءة الزريقة أساسا عن محمد الأحمد يورى باعتباره المؤسس الفعلي، ويكفيه أن محمد لما سئل عنه قال: الكبيد شاعر، وقال فيه: ولا أنسى من الأشياء لا أنسى ليلة سقانا بها الكبيد من شعره الصرفاء، فتى ماجد حلو الفكاهة سيد أديب على الجلاس ما يمرق الحرف. وبما أن الأدب حديث واستطراد وهذه ثاني مرة يرد لدينا ذكر مروق الحرف، فإني أنقل عن سيد أحمد اللمير قوله في كتاب مروق الحرف أول تأليف من اللهجة الحسانية: عبارة مروق الحرف من كنايات اللهجة الحسانية وتعني الخروج عن المألوف وعدم التقيد بالسنن المتعارف عليه.
ولعل عبارة مروق الحرف مأخوذة من الخط ومستقاة من الكتابة، ومفهوم أن مروق الحرف في اللهجة الحسانية ليس مفهوما سلبيا كما يتبادر إلى الذهن، فقد يعني التميز في الفضل والتفرد. يقول محمد الأحمد العاقل أو ابنه ببهاء رحمهم الله جميعا في أسرة أهل صلاح: لا تنكر الشفاء لمن يستشفي بآل صلاح بدور الكشف، قوم مروق الحرف فيهم ألفي وخيرهم أمرقهم للحرف. انتهى كلام الأمير. وهذا النمط تطور لاحقا مع محمد الأحمد يورا وسنرى ذلك. أما رابعة مظاهر التواشج بين الحسانية والعربية شعرا فاختراق الجملة العامية بدلالتها المعروفة لدى المتلقي الشعبي، ومن أشهره نص باباه اللبت المعروف في قصيدته المشطورة، شطرها الأول حساني والثاني عربي: في بحر خليلي هو بحر خفيف الذي يقول البيضان عنه إنه بحر الأقوياء، ماني قايل عمورة في القبلة شاعر ذو عروض ومنطق وبيان، قاري الألفية حتى هم لغي فاهم لا يبارى، شهم طليق اللسان، عنده قدرة على بيت يقول محفل مثل عقد مفصل بالجمان، شطر الأول حسان متواس جامع مع حسن الألفاظ حسن المعاني. يجي واحد من تالي عكس مع الأول عربي للشطر حسان الثاني إلى آخر النص المعروف. وعكس هذه أن يرد القاف الحساني وهو في مجمله فصيح، ومنه القاف المنسوب لسيدي والملايزين المجاهد سيدي والملايزين: ليالي يمول المن ذات فحسان سيان غير الليالي ما تحسن مساءت بعد إحساني. قد أسمعته لبعض المشارقة فلم يتوقفوا إلا عند مول، فهموا كل القاف. ومن صور هذا في الحسانية إيراد المثل العربي: خولته موسمها بايت منه دمع العين سبايت، قالت تبكي وانت غايت روحك في فلانة وفلانة، وردت لها معنى فايت مرعا ولاك سعدانا. ومنه لون آخر يلتزم فيه الشاعر قافية لهجية، ومنه النص المنسوب لآب والخطور: لعمرك إن الجوع في زمن الشتاء شديد على الفتيان من عنده الحق، فلما أتينا الحرث قالت رجاله علينا بهذا اليوم قد عسر الدق، فقام فتى في الحرث يكسر سنبلا ليشويه في النار إذ لين الرق، فلما شواه حكه بحجارة على طبق في قدر ما يلمع البرق، وجل وجهه حتى صفى وأتى به وقال على اسم الله هذا اسمه منقو. ومنه قول المختار الحامد رحمة الله عليه، وحيث قلت المختار هنا فهو المعني: خرجت على وجهي وليس على وجهي رداء وهذا البرق أقبل بالوجه، فقالوا إلى من تسير وفرتنا، فقلت لهم لا بل أهيم على وجهي، أريد على وجهي رداء أديره ولا بد من شيء يدار على الوجه. ومنه قول محمد الأمين للشيخ المعلوم مفتخرا بوصوله إلى الطرش: ولا أدري هل يقصد بهم بطنا من قبيلتنا ويقصد بهم عصرا من الأعصار، لست أدري ربما يكون نعرف النص: ألا يا صروف الدهر لا حكم تمشوا فإن الأمين اليوم بانت له الطرش، فإن تسمعوا تمشوا وإلا فمنهم على عجل يأتيكم الخنق والطرش. خامسا اختراق الأسلوب العام للفصحى بحيث يبدو التركيب فصيحا تماما لكن أسلوبه لهجي ولا نقول عاميا. ومنه أمثلة عديدة، منها قول المختار للفضيل ديماني متوفي 1237: مولود مجذوب ومن جذبه حلاوة تبدو على لفظه، هو الفتى يخل كل الفتى لكنه ماش على غرضه. ذاك ما هو اللي قاصد، أنا قاصد البيت الأخير: فتارة يمشي على طوله وتارة يمشي على عرضه، لأنه هذا الألفاظ كلها فصيحة ولكن المعنى عامي تماما. ومنه قول عطاء الله التندغي: إني أتيت لخود فادعت وصبا وأعرضت وأرت في وجهها الغضب، إلى أن يقول يا ليتها سمعت في دهرها مثلا يمشي عن الدار من لم يحرق الزرب. ومنه قول محمد دول الفتن، وتنسب غلطا لمحمد الأحمد يورا القطعة المعروفة: أرى الحب يا أم الطفيل الصغير يزول وما حبيك بالمتغير، إلى أن يقول واشتاقها اشتياق ما نيج أهلها وأترى لها من أم آل العبير. وقد تطور هذا النمط، سنرى تطوره لاحقا مع أحمد الأحمد يورا. سادسا اختراق الفكرة أو المثل أو الخيال الذي يكون لهجيا أصلا ويتحول إلى نص فصيح أو العكس، إما بالاحتفاظ بأصول الكلمات كما يحدث في الأمثال، أو بنقل فكرة مطلقا إلى نص فصيح كما تجسد لدى المصطفى والجمال
صاحب شجان اللي يقول كأن عيني وقلبي بعدكم طرفا غصن من البانة الخضراء فينان يسيل جانبه ماء إذا اشتعلت نار مؤججة في الجانب الثاني. هذا ترجمة، والله واحد منهم ترجمة للثاني للقاف. قلبي بالله عينكوى، قلبي بالله عينكوى، ودموع رماق وكاسو كيف العود اللي ينشوى راسه وينزنز راسه. هذا معروف عند البادية في تتارك. هذا الفن تطور هذا المختار فيما يمكن أن يسمى الترجمة المتبادلة. المختار والحامدون الترجمة المتبادلة والمتوازنة، وهي شاعت في الأدب، لكن المختار رحمة الله عليه أبدع منها الكثير، ومنها شريط معروف مسجل مع المرحوم محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، ونقتطع منه قطعتين فقط. قاف والعبد الجليل من هذا ما شاف تنشاف، قاف السيارة من هذا ما شاف تنشاف على متر البار على نار تنشف خلتها ما شاف تنشاف على متر البار. مختار ترجمه قال: من كان لم يرى تنشيف ابنة الباري وسكن الراء لا تكسر على النار تحمي معاقد أزرار تنشفها فذاك لم يرى تنشيف ابنة الباري. وعكس ذلك قول المختار رحمة الله عليه: لعمر أبيك الخير إني لشاعر ولكن مني بنت أعمر أشعرا، وإني من الأغياد قلبي عامر ولكنه من بنت أعمر. ترجم النص أديب اسمه شيخنا المعروف فقال: صرت بوك الشهير الفضيل الكبير اللي الولفي نختار عن الأغياد التخطر، ولا شاعر يا غير من تعمر بعد أشعر، ومغني من الأغياد قلبي عامر مقر اللي هم غير اسوى زاد عمر من تعمر. هذا بصفة عامة. وعندي عنه ما بعد يمكنها لحقت به اللي لا هنا قرأتوه استطرادا من الاستشهادات من محمد الأحمد يورا. وقبل ذلك استسمحكم نقول نقطتين. محمد الأحمد يورا ما يعرف بالنسبة له الموريتاني عموما، توفى حدود 1924، لأنه نفس السنة اللي توفى فيها بابا والشيخ سيدياء. وهو أديب وشاعر وفقيه وأصولي ولغوي ومؤرخ وقل ما شئت. محمد الأحمد يورا وهو من قامات الإبداع النادرة في العربية بصفة عامة. وكافي اللي لين قال: تمسك دمع البين وهو ذروف وتامن مكر البين وهو مخوف، تكلم منا البعض والبعض ساكت، غداة ارتحلنا والوداع صنوف، فآلت من الأحوال آخر وقفة إلى كلمات ما لهن حروف. قال نزار القباني: هذا الذي أردته فلم أصل إليه. لين قال: فلاميت ذيك إن الحروف تموت حين تقال. وعلى كل حال حد لا يقول أي شيء عن محمد الأحمد يورا عموما مرشخ، يا غير نحتاج نتوقفوا شوي عند أمور في محمد الأحمد يورا. أول هذه الأمور أنه جسد الثقافة الموسوعية عموما عند البيضان اللي كانت معروفة عنهم. فهو لا يضرب بالسهم في كل فن، وإنما يبدو متخصصا في كل فن. وهو من أوائل الناس اللي كتبوا في كل ما كتب في الثقافة العربية والإسلامية في المنطقة. وأنا عندي معاه قصة تعود ل 82 عندما والله 83 عندي لين طلعت نسخة مرقونة من الديوان بعناية بدنا حقيقية ما هي محققة، هي لا مطبوعته. وعندي عنها جاتني من عند محمد سالم هذا واللي جايبها له حد من نواديبه. وحفظت هذيك الساعة وعدت أستاذ فيه ماني قاصد وسببها أنه نفس الخريفة شركت كان حد من الناس الكبار، وعلى العادة في ذيك المنطقة بعد على الأقل ما يتعاطى ولد بذاك النمط وتتلمذ علي. وسألته الرجل من أهل فقيه وراجل من أهل علم الكلام أساسا، سألته: ما الذي تجده في شعر محمد الأحمد يورا؟ قال لي بالحرف زوايا كاملين يقولوا الشعر غريس الخوخ. هذا الراجل اللي يقول له ما هو كيف الناس أخرى اللي يقول له. وفعلا هذه العبارة لصقت فيها. المسألة الثانية أني كنت أجد بعض الأمور غير الواضحة في شعر محمد بسبب محاملها المحلية، سواء تعلقت ببعض الخلافات داخل القبيل أو داخل في الجهة، وسواء تعلقت ببعض المعطيات اللي لا أحيط بها علما. وكان طلب مني الأستاذ محمد الحبيب والأحمد أن أملي عليه ما أحفظ من ديوانه، فاشترطت عليه أن يقرئني بعض المعاني، ومنها ما ورد في إن الحمامة مذ غنت على الوادي ودت صبر عميد ما له وادي،
غنت لنا بحروف ضاع مخرجها فما تفرق بين الضاء والضاد. القضية تحيل إلى خلاف معروف، لكن أنا ذاك الوقت ما نعرف. فقبيل مخادعا أمليت عليه بعضه لكنه لم يقرئني. فهذه قصتي عموما مع محمد، واستغربت أنه هو من نوادر الناس اللي إجادته للشعر الفصيح متقادة هي والشعر العامي، ولا يكاد يوازيه في ذلك إلا ولي القصري. لم أجد من الشعراء الموريتانيين من جمع بين الفنين بنفس الدرجة غيرهما. محمد يقول: حكم الزمان وحكمه لن ينقضى ألا يعود من الصبابة ما مضى، ما لي إذا جئت العباب مسلما لام العذول مصرحا ومعرضا، وإذا وقفت على البليل وربعه جعلتني العذال ذيبا أبيضا. ذويب الأبيض اللفظ ما فيه لا ينتبه أحد فيه دارجة، لكن المثل هون يحيل إلى مثل معروف في الدارجة، وبالتالي لا يخدعنا فصاحة اللفظ. ومنه في استسقائية معروفة: إلهي قد تغيرت البروق وقد يبست من الشجر العروق، إلى أن يقول إلهي قد دعاك لذا عبيد ضعيف لا يقود ولا يسوق، ما يقود لا يسوق. ومنها مغانم بذات الطبل لا غبها الوبل ولا غب أياما مضينا بها قبل، بها ابتل جفني والحشا متحرق ورق اصطباري بينها والهوى عبل، غمست بذات الطبل عيني عن البكاء فهاجت بأضعاف كما يغمز الطبل. وهذا المثل الحساني المعروف غماز الطبل، لمن لا ينتبه إلى الغمزية في حالتها حالا. واللي يشوف البيت ما فيه شيء إطلاقا إذا سمعوا حد ما هم من الحسانية لا ينتبه أنه فيه شيء من الحسانية، لأن الاستعارة تقبل تماما غمزية الطبل، ما هي ممنوعة والألفاظ كلها فصيحة، لكن هذا مستلف من الحسانية. نزهة اللب لا تجود بشيء فهي عندي من ألام اللؤماء، قد أرتنا من المواعد مزنا فظنناه يستهل بمائي، وطمعنا بالري منه جميعا فإذا بالجميع فخر السماء لا فخر السماء. المثل المعروف: بنت الشريف كشحها المجدول من حسنه قد ذهب المعقول، قد صرت لما لاح لي أقول عند البطون تذهب العقول. إذا شدت بالمطلوب من بعد منعه فرحنا وأظهرنا السرور وصرحنا. في أمرين نستسمحكم فيهم: واحد أنه بعض الألفاظ نعرضها أنا صغير ما هي صحيحة، ومولي ما من المنطقة تعود خاسرة عندي، كيف البليل قبيل من كان البليل ولا غيره. مثلا دورة جبر شنو الروايات ما أعرف صحتها، وبالتالي روايتي فيها ما هي محكمة. والثاني أنه ما ترتيب الأبيات ما احترمت، ترتيب القطع ما احترمت فيه قبال ذاك اللي الله يحترم فيها من جهة الموسيقى. الأبيات كما وردت في الذهن نكتبها والله كما وردت إليه. إذا جدت بالمطلوب من بعد منعه فرحنا وأظهرنا السرور وصرحنا، وإن تصرمينا فالصريمة راحة والله ما كنا ركوبا ولا طحنا. وهذا بالمناسبة احنا في الإعدادية كان عندنا أستاذ فلسطيني للعلوم ياسر أخبار قالوا داود رحمة، وجاء واحد من التلاميذ لا يدخل متردي، قال له ما أنك داخل؟ قال له أنا جاي بأخوة متأخر خليني. قال له ما أنك يدخل؟ قال له ما كنا نركب ولا طحنا. رد الأستاذ قال له العين بالعين والسن بالسن. قلنا له أستاذ هذه آية ما هو مثل. قال كالحمد جبت لنا آية، جبت لنا مثل ورانا جبنا لك آية. ما أدري ياسر أخبار. أقول يا من بها القلب مجنون ومجنون لا تمنع الوصل، إن الوصل ماعون منعته مرة في الدهر واحدة فقلت 9 كما قد قال قابون. أقول لصحبي بعدما أخبر الإلف بتسريح من كنا زيارتها نخف، مقالة دب إذ رأى يوم عرسه طبيخا لدى الأصهار قربنا نكشف. محمد ممن سرب الولفية إلى الشعر الفصيح، يقول يا خود إن غراب المين منك صرخ، والقلب يطلب من وصل لديك صرخ الصدق بكلامه. ظننت بالوصل حتى بالحديث ولا أرى ضنينا سواك الدهر ظن بوخ وختان الكلام. لا تمنع الوصل ممن يستهام به، تمنعين وصال المستهام لتخ بكلام ولف. لماذا؟ وهذا يعيد المسألة ذيك مدري كان أيوة
رأي كان الاستفهام لا بد له تصدر والله قد يتأخر. وقصة اللحم الدام معروفة، وألف لماذا في النوادر كررت، وهل يجهل الأشياخ ما في النوادر. شوق المليحة عراني من الجلد، وخلد الهم والأحزان في كبد